السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حكايات الكورة مع عمر. الأخت هنا حمزة كل شوية بفيلم شكل. طيب هي طالعة بتقول يرضيكوا يا أهلاوية؟ يرضينا. ما هو أنت لو كنت ربيتي بنتك إزاي تحترم الأكبر منها، ما كانش الكبير أقل منها. يرضينا الأدب مع المؤدب، وقلة الأدب مع قليل الأدب. السنة اللي فاتت في نهائي البطولة كان موجود العمري فاروق رحمة الله عليه وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ومدوا إيدهم من السلام لبنت حضرتك وما سلمتش عشان التربيه مش كويسه. لو انت ربيتيها ما كنتيش وصلتيها اللي وصلت له ده. انا كاهلاوي انا يرضيني. انا ليه بتكلم كده يا جماعه؟ علشان في اهلاويه منشقين في الامر كده، حرام ومش حرام وجبر خاطر ومش خاطر. يا سيدي الفاضل، اللي مش متربي يتربى. العيل اللي ما يحترمش اكبر منه سنا يتربى. اخواتنا الزملكاويه اللي كل حاجه بيهيسوا فيها ده فعل لا اخلاقي. ما ينفعش عيل صغير يهزق الكبير. السنه اللي فاتت ما مدتش ايدها، ما سلمتش على الرجاله في عمر ابهاتها. مطلوب من الكبير ايه بقى؟ هي على المزاج. هي وقت ما تحب تسلم تسلم، وقت ما تحب ما تسلمش ما تسلمش. لا، خليكم حقانيين، اتكلموا في الحق، خرجوا انتماءاتكم. لان احنا لما بندافع عن الغلط النماذج دي بتنتشر وبتكتر، لكن لغايه لما بيطلع وقلنا كده غلط مش هتلاقيهم. بصوا البوست اللي هي منزلاه ده، اول مره اشوف راجل بصورة. دي قله ادب، دي بتاكد كلامي. مفيش حد متربي مؤدب يتكلم عن حد اكبر منه كده. الشرم ده عند والدتك اللي كسرت الكراسي في مباراه نادي الشمس مع نادي الزمالك لما الزمالك اتغلب وخرج من الكاس. راحت مكسره الكراسي، وست مسؤوله في اتحاد الطايره مسؤوله بتكسر الكراسي وتتنرفز على الكراسي. ده الشرم بقى، ده الشرم اللي احنا نعرفه. الشرم اللي طلع واحده تتكلم على الاكبر منها بالاسلوب ده. يا استاذه هناء عيب. لما تقولي يرضينا اهلاويه اتاكدي الاول دي بتقولي ايه، لان اهلاوي او زملكاوي محترم مش هيقبل بالفعل دي. عيب. مش هتكلم في مواضيع تاني، انا بس حبيت اوضح عشان في اهلاويه كتير قوي منشقين في الامر وزملكاويه زايطه في الهيصه. يا جماعه ابعدوا الكوره، اتكلموا في الاخلاق والادب. عيله واحد من عمر ابوها يمد ايدها ما تسلمش عليه يعني، ومستغربين الدنيا غاليه والغلاء ليه؟ ده ربنا بيخلص مننا اصلا، دي عقوبه من ربنا في الارض على اخلاقنا الزفت. احنا بقينا عايشين نستنى نشمت في بعضينا. الموضوع ابسط من كده بكتير. دي كوره، كوره، استمتع شكرا خلص. انا مش عارف انتوا طلعتوا لنا منين. انا حضرت من وانا عندي 8 سنين، النهارده عندي 52 سنه، ما شفتش الكلام ده دلوقتي. ده انتوا واقفين لبعض على الشقطه واللقطه. نهدى، نهدى شويه. الغلط غلط والصح صح. بلاش نسرح بخيالنا ويبقى هو ده الامر الواقع. كل واحد يقعد يالف فيلم ويخرجه ويتفرج عليه ويصدقه. ما ينفعش. نشوف صح نقول صح، غلط يبقى غلط. النهارده ان شاء الله النادي الاهلي هيلعب مع نادي الزمالك. يعني انا كنت اتمنى يبقى حكم اجنبي لحساسيه المباراه علينا وعليهم. يعني يا جماعه اصل هي مباراه حساسه، فالتحكيم المصري اصلا بعافيه شويه مش بخير، بعافيه. فما جيش اديله اهلي وزمالك في الاجواء اللي انا بتكلم فيها المشهوره دي كمان. فاتمنى النادي الاهلي النهارده التوفيق. انا عندي ثقه كامله في النادي الاهلي النهارده.
النادي الاهلي السكواد كله نجوم، كله نجوم باذن الله، واي حد يقدر يسد يعني. واتمنى نشوف ماتش كويس، ونشوفكم ان شاء الله بعد الماتش باذن الرحمن. اشوفكم على خير.